أود أن أتفاعل مع المشاعر الحزينة للمغاربة حول نتيجة الأمس، وأن أقول إننا فعلا لم نفز بكأس إفريقيا لكرة القدم، لكن هذا لا ينقص أبدا من المجهود المبذول من طرف اللاعبين، ولا ينقص أبدا من قيمة التنظيم الراقي بمواصفات عالمية والذي أبهر به المغرب والمغاربة كل العالم وأكرم به إخوتنا الأفارقة. فتحية عالية لكل لاعبي منتخبنا الوطني، ولرئيس الجامعة السيد فوزي القجع، ولجامعة كرة القدم، ولقوات الأمن، وللمتطوعين في التنظيم، وللجمهور المغربي الشغوف والراقي. وفي نفس الوقت يتأكد مرة أخرى أن نجاحات المغرب وصورته المتميزة تصيب الحاقدين بسعار الحقد والحسد والتشويش، لكنهم لن ينجحوا أبدا في إفساد العلاقة الأخوية التي تجمع المغرب بعمقه الإفريقي، ولن يفلحوا في التأثير على الصورة الطيبة لبلدنا في جميع أنحاء العالم. ونقول للحاقدين على المغرب وعلى نجاحات المغرب إن القافلة ستستمر في المسيرة في كرة القدم، في البنيات التحتية، في التطور الاقتصادي، وفي كل المجالات، ولن تتوقف هذه المسيرة مهما ارتفع صراخهم الفارغ. إن غياب اللقب لا يمحو ما تحقق. انتهت المنافسة، لكن الرسالة ترسخت، رسالة أن المغرب ليس رقما عابرا في القارة، بل فاعلا أساسي فيها، ليس مجرد منتخب، بل دولة قادرة على التنظيم والاستقبال وبناء الثقة. إن مكاسب من هذا النوع لا تختزل في نيل الكؤوس، بل تدخل في إطار مسار تنموي طويل المدى. في المحصلة تبقى كرة القدم لعبة تحتمل إلى الفوز كما تحتمل إلى الخسارة، أما الأثر الأعمق فيتجسد فيما ينجز على الأرض. ومن هذا المنظور لم تكن هذه المحطة خسارة، بل انتصارا إضافيا في مسار بلد اختار التقدم بالفعل ليس بالصراخ.